شفتوني على التلفزيون امبارح؟ كنت اجنن مش كده؟ برغم ان انا طلعت كتير قوي في التلفزيون، طلعت على النهار والمحور وسي بي سي وصدى البلد وهي ودي ام سي. انا طلعت في قنوات كتيرة قوي، بس امبارح كنت فرحانة قوي ان انا كنت طالعة بالحجاب عشان اول مرة اطلع على التلفزيون بالحجاب. وبصراحة كنت شكلي حلو، يعني كان عاجبني شكلي قوي. الحمد لله. المهم ان انا حسيت ان انا ما خدتش وقتي الكافي في الكلام على التلفزيون، فقررت ان انا اكمل الكلام في فيديو هنا. موضوع الحلقة امبارح كان مين بيحتاج احتواء اكتر، الست ولا الراجل؟ انا شايفة ان الاتنين بيحتاجوا بنفس القدر، ولكن بطريقة مختلفة. كل واحد فيهم بيحتاج الاحتواء بطريقة مختلفة. يعني الراجل ممكن نحتويه بحلة محشي وفرخة، يا ده هيبقى سعيد جدا. جوز حمام، جوز كوارع، دقية ورق عنب، هيبقى مزقطط وطاير. الست ممكن نحتويها بكلمة طيبة، يعني قول لها ربنا يديك الصحة، ربنا يخليكي لينا، ده انتي تعبانة وشقيانة، طب ريحي النهاردة انا هغسل المواعين، ويقوم يغسل المواعين. الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ما تنسوش اكتبوا في التعليقات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، كان بيساعد في البيت، يعني حاجة مش عيب. انا شفت ناس يعني عندهم ولد، فمامته طلبت منه ان هو يقوم يغسل الطبق اللي اكل فيه. ابوه بمنتهى العنف زعق وقال له اياك تغسل المواعين، ده شغل بنات. هو المواعين بقى شغل بنات وشغل ولاد؟ مين اللي قالك كده؟ مين اللي قالك؟ مين اللي فهمك كده؟ ده الرسول كان بيساعد زوجاته، بيساعد اهل بيته. مين فهمك ان غسيل المواعين بس شغل البنات؟ علموا ولادكم ان زوجاتهم امانة، واحتوائهم امانة، واحتوائهم بطريقة مختلفة عن طريقتك. يعني زي ما انت بتفرح بحلة المحشي وجوز الحمام ولا فرخة محشية ولا جوز كوارع، هي هتفرح بوردة، هي هتفرح بدبدوب زي ما قلت امبارح. ولو ده او ده مكلف بالنسبة لك، الكلمة الطيبة صدقة، صدقني هتفرح جدا، وهتشيلها لك وهتشيلك فوق راسها، وهتبقى فعلا تحت رجليك. بس سمعها كلمة تقدير، خصوصا لو ست بتشتغل. معلش بقى، الحق حق. الست مش ملزمة انها تساعدك في البيت، ولو بتشتغل وبتساعدك فده تفضلا منها، ولكن شرعا نفقتها عليك او على ابوها او على اخوها. الظروف الاقتصادية ما يعلم بها الا ربنا، فاحنا بنساعد بعض على قد ما نقدر، ولكن انت اللي ملزم. فلما هي تعمل ده وتنزل تشتغل، وتبقى ست شقيانة، بتشتغل بره البيت وبتشتغل جوه البيت وبتخدمك وبتخدم عيالك، بترجع تلاقي لقمتك جاهزة، هدومك نظيفة ومكوية، بتلبس وتقلع، تلبس نظيف وتقلع وسخ وتلاقيه نظيف. فوق ده كله هي بتشتغل وتساعدك، يبقى على الأقل قول لها كلمة طيبة، كتر خيرك، ربنا يديك الصحة والعافية، انا من غيرك مسواش. كلمة لطيفة مش هتكلفك حاجة، تطبطب بيها عليها. صدقني لو قدامها جبل هتهد وتبنيه تاني. بالكلمة الطيبة دي الست عندها استعداد تهد الجبل وتبنيه تاني، عشان بس حست بالتقدير. لو انت ربنا مقدرك ومعاك قرش زيادة، ما تستخسرش فيها هدية حلوة، اعملها لها مفاجأة. ياه، هتلاقي فراشات بتطلع من عينيها، هتلاقي في فراشات كده طالعة. قدرت تساعدها، اغسل طبقين. هي غسلت قول لها سيبي انتي انا هنشر، وده لا ينتقص منك في شيء. والرجالة اللي شايفة ان هي لو طلعت نشرت الغسيل الجيران هتقول عليها وتقول عليها، يلعن ابو الجيران، يلعن ابو الجيران. ساعد زوجتك، طبطب عليها بالكلام وبالافعال،
مش قادر تفك كيسك يعني، ومفيش مقدرة، والظروف الاقتصادية معاك مش قد كده، وعندك هم متلتل، طبطب عليها، طبطب عليها، ساعدها. مش هقولك خرجها وفسحها وصفرها خدها كده انجاجيه، اتمشوا شوية، وقت عصاري كده، بلاش العصاري لحسن الجو حر خلوها وقت المغربية ولا وقت العشاء. خدها في ايدك كده انجاجيه، وهات لها ايس كريمية، كوز ذرة، واحدتين تين شوكي، شوية تربس، واقعدوا اضحكوا مع بعض. قول لها نكتة بايخة من اللي كنت بتقولهم ايام الخطوبة. خدها انجاجيه كده وقول لها ايه الحلاوة دي، ايه الجمال ده. صدقني انا حاسس ان انا لسه عايزة اخطبك من اول وجديد. والله الست هبلة وبتفرح بالكلام ده جدا. الستات هبل وبيفرحوا جدا بالكلام ده. بس انت جرب. ربنا كرمك وموسع عليك وهي ما بتشتغلش، بس مسحولة في مدارس العيال والنادي والتمارين والكورسات والشغل البيت وبتاع. وسع عليها انت بقى، هتلاقيها شغالة تساعدها. ده لو ربنا كرمك يعني والدنيا تمام معاك وهي ما بتشتغلش وانت قايم بواجباتك عادي. لو ربنا موسع عليك زيادة تجيب شغالة، هتلاقي واحدة تساعدها. مش قادر وإمكانياتك لا تسمح، هتلاقي هدية حلوة، عباية حلوة، فستان حلو، موبايل جديد، مكياج، ازازة برفان. يعني وهي كمان هتتنطط، هتتنطط ليك، هتتشقلب على الحيطة. بس زي ما انت عايزها تتشقلب على الحيطة، انت كمان لازم تتشقلب على الحيطة، بس بطريقة مختلفة. يعني هي هتعرف انت عايز ايه وهتعملها، ولو معرفتش اطلبه، ده حقك، انت جوزها، اطلب حقك عادي. الستات بقى بتخاف تطلب شوية، حبة بيكونوا خايفين وحبة بيكونوا مكسوفين، واكترية الستات دلوقتي بتتكسف تطلب اصلا، فهي مش هتطلب. بس انت اعملها بجميل، وربنا يصلح كل البيوت ويهدي سلوكه جميعا، ما يدخلش ما بينكم شيطان. حافظوا على بيوتكم، وحاولوا تطبطبوا على ستاتكم، خصوصا لو ست شقيانة هي محتاجة تطبطب.